اول مره اعمل ستيك فحبيت اشارك التجربه معاكم. جبت نص كيلو لحمه بتتعمل ستيك، ودي في الغالب يعني بتكون من الرب او من الضلع، واستخدمت في تتبيلها ملح وفلفل بس عشان طعم اللحمه يكون باين اكتر. ودهنت الطاسه زيت واستنيت الطاسه تسخن قوي عشان اللحمه ما تنزلش الجوسز اللي جواها. بعدين نزلت باللحمه صدمتها على النار مره واحده. وخليت كل وش بالظبط يقعد حوالي 3 دقايق ونص عشان عايزها في السوا تكون ميديوم. وحاولوا بجد تجربوها كده عشان فعلا الويل دون اللي كلنا بنعملها دي بتكون فقدت كل الجوسز اللي جواها تقريبا. وقبل ما اشيلها قلبتها في مكعب زبده وحبه توم كده، بس انا كترت التوم شويه. وكده الستيك جاهز معانا، هنحطه على جنب ونعمل بقى معاه مكرونه وايت صوص. اول حاجه خالص هنغلي الميه، بعدين هننزل بالزيت والملح وننزل عليهم بالمكرونه. في الدور التاني بتاع الستيك انا خلطت الزبده بالثوم عشان تتوزع على اللحمه كلها بشكل احسن وعشان اعمل الوايت صوص استخدمت بقى مكعب زبده وبصلايه. قطعت البصلايه على الزبده وسبتهم براحتهم على النار. عما كنت دوبت معلقه دقيق في كوبايه لبن، واستخدمت البتاع المضرب ده عشان الدقيق ما يكتلش. بعدين نزلت بكوبايه اللبن اللي عليها دقيق وزودت كوبايه كمان لبن، وفضلت اقلب كتير وهو على النار عشان الصوص ما يكتلش مني. وده كان شكل الستيك والمكرونه في الاخر. طب يا جماعه، وانا انا دقت بس الاكل مليان في بقي، مش عارف اتكلم. فهو الستيك طعمه جامد جدا، والمكرونه برده حلوه، بس لو في حته مشروم صغيره، بس مفيش هنا. فلو في حته مشروم صغيره هيبقى طعمها جامد قوي. بس كده، لو الفيديو بقى عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود تحت لو حابين تابعوني هناك. اشوفكم تاني قريب. يلا سلام. هيبقى مظبوط جامد ايه اللي انا بعمله ده؟ طب يا جماعه، هو انا دقتها بس انا بضحك ليه؟ ما تضحكنيش بقى. شكلي عامل كاين.